بكيلو دقيق واحد بس هخليكي تعملي احلى واطعم مخبوزات مشكله طعمها حلو جدا. تنفع الايام ديت وتنفع في الصيف والجو حر، وتنفع كمان في النوادي والرحلات. لما تعمليها هتسهل عليكي كتير جدا. هاتي كيلو من الدقيق سعره 20 جنيه، وتعالي نعمل اشكال والوان هتعجب بيهم الولاد. كمان ينفع في الفطار وينفع في العشاء، ينفع في حاجات كتير. الفتره اللي جايه هتبقى معانا باذن الله. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. عملتلك كمان شوية حاجات ليها علاقة بالأفران، يعني عملنا حاجات محشية وحاجات سادة، عملنا حلو وعملنا حادق، عملنا شوية حاجات حلوة جدا. إن شاء الله بإذن الله تعجبك وبيتك هيبقى مليان خير، وعمريه بشوية دقيق صغيرين. يلا بينا نشوف عملت ايه. أول حاجة معايا كوباية من المية، حطيت عليها معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين من السكر. هنا انا هعمل بوريك بالجبنة. تقدري تعملي البوريك سادة او تعمليه مثلا محشي مصنعات زي سوسيس او اي حاجة لحمة مفرومة مثلا، براحتك خالص. انا عملته محشي جبنة، بيكون خفيف كده وطعمه حلو ومناسب بقى في الحر، يعني مفيش حاجة جواه تبوظ ولا اي حاجة خالص. حطيت ايه؟ حطيت كوباية مية، معلقتين من السكر، معلقة من الخميرة، حطيت كمان معلقتين من صلصة الطماطم المعلبة، ونزلت بنص كوباية من الزيت، وقلبت الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. طبعا في الوقت دوت هتكوني محضرة معاكي 4 كوبايات من الدقيق. كيلو الدقيق بيكون 8 كوبايات. انا بصراحة استخدمت اكتر من كيلو دقيق في الفيديو بتاع النهاردة. فانتي لو حابة بكيلو دقيق يبقى هتنقصي الكمية. بعد ما حطيت 4 كوبايات من الدقيق بس، شلت كده حوالي نص كوباية، هشوف دلوقتي هحتاجهم ولا لأ. نزلت برشة ملح بسيطة، وكمان حطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هعجن الكلام ده كله مع بعضه بالشكل دوت كده. ولو مش بتحبي تعجني او مثلا مش بتطلع منك مظبوطة، حاولي في كميات قليلة. يعني مثلا لو عملتي نص الكمية اللي انا عاملاها بكوبايتين بس من الدقيق، هتديكي نتيجة حلوة. ده كان شكلها بعد ما عجنتها، بسم الله ما شاء الله. الموضوع سهل، او موضوع العجن الناس اللي بتستصعبه هو سهل جدا. طلعي كده كل اللي جواكي جوه العجينه هتطلع ممتازه. رشه دي من تحت صغيره ورشه دي من فوق صغيره كده، وسيبيها ترتاح شويه لحد ما تخمر بالشكل دوت. انا في الوصفه دي استعملت 3 كوبايات ونص بس من الدقيق. بعد ما خمرت معايا هبدأ ان انا اكورها بالطريقه ديت كده. طبعا انا هنا قسمتها كلها علشان خاطر يبقى كلها قد بعض. قستهم طبعا وزنتهم بالميزان. ولو انتي مش حابه هتبقى قد الايه الليمونيه الكبيره شويه. معايا جبنه براميلي، وطبعا تقدري تستخدمي اي نوع جبنه انتي تحبيها. جبنه رومي، جبنه براميلي، جبنه اسطنبولي، اي حاجه. بس يفضل جبنه تكون حادقه شويه بحيث اللي هي تدي طعم حلو في النهايه. ببططها بالطريقه ديت كده، وابدا ان انا احط جواها قطعه الجبنه، سواء عايزاها كبيره او صغيره براحتك. وببدا ان انا الفها زي رغيف الفينو، واقفلها كويس جدا من الاطراف، وبقفلها من الجوانب، وبقفلها كده على ايديا شويه. بحطها في صينيه مدهونه دهنه حلوه من الزيت، وبسيبها ترتاح شويه. هغطيها بكيس بلاستيك كده واسيب البوريك ده يرتاح شويه. طبعا هو لونه احمر كده بسبب الصلصه. لو انتي مش عايزاه لونه احمر زي اللي بيتباع بره، تقدري تستبعدي موضوع الصلصه خالص وهيبقى لونه ابيض. في افران كتير بتعمله لونه ابيض، مفيش مشاكل خالص. بعد ما سبتها ارتاحت شويه وحجمها اتضاعف كده بالطريقه ديت، هجيب معايا شويه لبن صغيرين وابدا ادهن الوش بشويه حليب. لبن ساقع كده من التلاجة، معلهوش اي اضافات خالص. رشيت على وشها شوية سمسم، شوية حبة البركة، ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180، والفرن مشغلاه من قبليها، يعني الفرن لازم يكون سخن. وطبعا من غير شواية خالص. هتبدأ اللي هي تستوي معاكي بالطريقة ديت كده. اول ما تخرج من الفرن، اي مخبوزات تخرج من الفرن، رش عليها رشة مية بسيطة وغطيها بفوطة نظيفة، وسيبيها كده شوية. وكده بقى معانا احلى بوريك بالجبنه طعمه حلو. تعالي نعمل قرصتين بقى للولاد بالسكر والقرفه. لزوم بقى الايه، لزوم الفطار، جو الامتحانات والمذاكره والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. القرص دي بيكون طعمها حلو قوي. انت عارفه دلوقتي القرصه دي بتتباع بره بكام؟ بتتباع ب10 جنيه. لا ده انا بنص كيلو دقيق هخليكي تعملي كل الكميه اللي انت شايفاها دي. وكمان ايه، القرصه حجمها كبير قوي، يعني انت لو عايزه تصغري هتعملي ضعف الكميه. معايا كوبايه ونص من اللبن القاطع، او اللبن الرايب، او الميه، او اللبن العادي. شوفي اللي موجود عندك ايه واشتغلي بيه. حطيت معلقتين من السكر ومعلقه من الخميره.
انا كان عندي شويه لبن قاطع فقلت استغلهم يعني في القرص دي. طبعا انت لو مش عندك يبقى تستبدليهم بايه، بميه، لبن رايب لو موجود، لبن عادي لسه غالية اللبن مثلا واللبن بقى دافي معاكي فتقدري تستخدميه براحتك خالص. وطبعا زي ما قلتلك لو مفيش اي حاجة من الحاجات دي يبقى نستخدم مية. نزلت بقى بشوية الدقيق اللي هو 4 كوبايات من الدقيق، نص كيلو من الدقيق يعني. وهبدأ بقى اللي انا اعجنها كويس جدا. انا في الاول نزلت بحوالي 3 كوبايات ونص من الدقيق، انا دايما بعمل كده، وبشيل نص كوباية احتياطي بحيث ان انا ايه لو حبيت ازود لو ما احتاجتهاش يبقى خلاص. طبعا انا زودت معايا هنا شوية من الدقيق، وكمان حطيت نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنا حطيت ربع كوباية بس من الزيت. وحاولي على قد ما تقدري ان انت تستخدمي زيت يكون حلو، علشان خاطر ما يخليش ريحة المخبوزات بتاعتك مش لطيفة. لو ما فيش زيت نقدر نستخدم سمنة، ما فيش مشاكل، بس الزيت هنا هيديكي تيست عالي قوي. عجنتها بالشكل دوت كده وسبتها بقى هدهن الطبق شوية زيت واسيبها ترتاح شوية. في المرحلة ديت ليكي حرية الاختيار في الحشوة. تعالي اقولك انا هعمل ايه. حطيت ربع كوباية من السكر، حطيت معاها معلقة كبيرة من القرفة، ورشيت عليها شوية مية كده صغيرين، وهقلب الكلام ده كله مع بعض عشان يبقى عامل معايا زي المعجون كده، بحيث اللي هو ما يقعش من القرصاية. خلاص هي خمرت معايا بسم الله ما شاء الله. هبدأ اللي انا اخرج منها الهواء، ومش محتاجة بقى اللي انا اقرصهم كلهم مرة واحدة، لا، كل ما هاخد قطعة من العجينة كل شوية. خدت كده قطعة بمعدل مثلا ممكن نقول قد البرتقانية الكبيرة كده، عايزة تصغريها براحتك لكن هي حجمها كبير قوي بسم الله ما شاء الله. بقفلها بالطريقة ديت وابدأ اللي انا احشيها بقى بالسكر والقرفة اللي احنا عملناهم مع بعض. تقدري ما تحطيش قرفة لو الولاد عندك مش بيحبوها، سكر بس. تقدري تحطي اي حشوة انت عايزاها، تقدري تسيبيها سادة، تقدري تعمليها حادقة لو انت حابة، براحتك خالص. المهم في النهاية النتيجة روعة. بقفلها الاول وبعد كده ببدأ اللي انا اضغط عليها واحشيها، وبعد كده بقفلها كويس جدا. اهم حاجة التقفيلة اللي انت تقفليها كويس جدا. بفردها بالشكل دوت واروح حطاها في قلب الصينيه مدهونه دهنه حلوه من الزيت. وطبعا انا دهنه ايديا دهنه بسيطه كده من الزيت عشان اقدر ان انا اشكل بسرعه. بعد ما خلصت الكميه كلها ورصيتهم في قلب الصواني هبدا ان انا ابطط عليهم، وهدخلها الفرن على درجه حراره 180. وطبعا الفرن بيكون شغال من قبلي، واي مخبوزات ما بتتحطش على الارضيه، بتتحط على الشبكه في نص الفرن. هسيبها الاول ترتاح كده لمده 10 دقايق، وبعد كده هدخلها الفرن من غير شوايه خالص، وتبدا اللي هي تتحمر معاكي من تحت ومن فوق. وده شكل القرصايه، حجمها كبير بسم الله ما شاء الله. وشوفي بقى من نص كيلو دقيق وشويه ربع كوبايه زيت، معلقتين سكر، وعملتي كميه حلوه تقدري تحتفظي بيها في الفريزر. تعالي بقى نعمل للولاد حاجه حلوه كده لزوم الحركات. وطبعا الصنف ده ينفع تحطيه حادق او حلو. كرواسون بس مقلي، مش موجود مش هنعمله في الفرن، لا هنقليه على عين البوتاجاز من فوق للناس اللي مش عندها فرن. ولو انتي مش حابه مقلي تقدري تدخليه الفرن مفيش مشاكل خالص. نحشيه شوكولاته او نحشيه جبنه. معايا هنا حوالي نص كوبايه من الميه، نزلت عليها بمعلقتين من السكر، وهنزل بمعلقه من الخميره. هدوب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. هتأكد هنا اللي الخميرة والسكر داب معايا. هنزل ببضاية بدرجة حرارة المطبخ، خرجيها من التلاجة شوية، تقدري تستبعديها من الوصفة لو انت مش حابة. حطيت كده معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة على البضاية، علشان خاطر بس لو في ريحة زفارة ولا اي حاجة الفانيليا تقوم بالواجب. نزلت باول كوبايه من الدقيق، وحطيت كمان رشه ملح بسيطه، وهقلب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا بالمضرب كده. مش هنعجن دلوقتي، هسيبها بس شويه، وبعد كده مش هسيبها شويه، اول ما الدقيق يبدا اللي هو يختفي معايا هبدا انزل ببقيه الدقيق التاني. هنا نزلت بكوبايه تانية من الدقيق، والكوبايه التانية حطيت معاها بقى معلقه صغيره من البيكنج باودر. هعجنهم بقى بايديا علشان مش هينفع استخدم المضرب في الوقت دوت. طبعا انا هنا استخدمت كوبايتين بس من الدقيق وعملوا معايا كمية كبيرة برضو. كوبايتين الدقيق يعني ربع كيلو. معايا معلقتين من الزبدة، وطبعا تقدري تستبدلي الزبدة بالسمنة، مش هنحط بقى الزيت في الوصفة دي. معلقتين سمنة او معلقة سمنة كبيرة هرمية كده.
هنبدأ اللي احنا بعد ما نحط السمنة او الزبدة هتلاقيها بدأت اللي هي تفتل معاكي، ما تقلقيش خالص، استمري في العجن لحد ما تتلم معاكي وتديكي عجينة كده متماسكة بس لينة حلوة كده معاكي بالشكل دوت كده. كده بقت معايا تمام قوي. هغطيها واسيبها ترتاح شوية، وبعد ما ترتاح تعالي نشكلها مع بعض ونشوف هنشكلها ازاي. طبعا مش مجرد اللي انا بقولك ترتاح اللي انت تسيبيها مثلا 5 دقايق او 10 دقايق، لا سيبيها تخمر. في الوقت دوت العجينه كانت خمرت معايا، هخرج منها كل كميه الهواء بالطريقه ديت، وابدا بقى على رخامه المطبخ اقسم العجينه ديت على نصين. النص الاولاني هبدا اللي انا اعمله ببقجه بالشكل دوت كده وافرده على الرخامه. هحاول على قد ما اقدر اللي انا افردها، السمك بتاعها مش عالي قوي ولا رقيق قوي، بس وانت بتفردي حاولي ان انت تفرديها شكل الدايره او شكل المربع، شوفي اللي اسهل لك ايه. انا هنا عملتها شكل المربع بالنشابه كده، هتلاقيها اتفردت معاكي بكل سهوله، والتشكيل سهل قوي. بعد ما فردتها حاولت على قد ما اقدر ان انا اقطع الاطراف واخليها مستطيل، علشان خاطر بس ابدا ان انا الفها بالطريقه ديت كده. بعد بقى ما قطعت الاطراف عملتها مثلثات بحرف السكينه كده، تبداي اللي انت تفرديها. وبعد ما خلصت الكمية كلها لفتها زي الكرواسون، وطبعا خلصت الكمية كلها غطيتها بكيس بلاستيك وسبتها بقى هنا مش تخمر، ترتاح شوية. معايا زيت في قلب المقلاية مش كتير، شوية زيت صغيرين، وهستنى لحد ما الزيت يبقى دافي معايا، مش سخن لدرجة الغليان، لا يبقى دافي بس. وهنزل بالكرواسون في قلب الزيت بالشكل دوت كده. طبعا انا هنا ولا حشيت شوكولاته ولا حشيت نوتيلا ولا اسفه ولا جبنه. تقدري بقى في النهايه خالص تحشيها الحشوه اللي انت عايزاها. بسيبها كده لمده يعني عايزه اقولك 30 ثانيه على الوش دوت، وطبعا بحرف المعلقه ببدا اللي انا اغلفها بالزيت علشان خاطر تبدا اللي هي تتنفخ معايا بكل سهوله. واول ما تلاقيها بدأت اللي هي تاخد لون من تحت من الارضية، تبدأي اللي انت تلفيها على الناحية التانية او تقلبيها على الناحية التانية عشان تتحمر معاكي. عايزة اقولك خفيفة، مش بتشرب زيت ولا اي حاجة، مش هتحسي وانت بتاكليها اللي هي مثلا مزيتة او فيها طعم زيت، لا خالص. طعمها بيكون حلو قوي، وكمية الزيت في النهاية هي نفس الكمية اللي انا اشتغلت بيها، يعني ما شربتش الزيت ولا اي حاجة خالص. على نار متوسطة زي ما بقولك كده. هنا بقى بدأت بقى اللي انا ابص عليها، لقيتها اخدت لون ذهبي كده حلو. ما تستنيش عليها او ما تسيبهاش وتروحي تعملي حاجة تانية، عشان خاطر بتتحرق بسرعة جدا، خلي بالك من النقطة دي بقى تنفع في حشوات بقى في سهرات، في السهرة بقى بالليل، الولاد مش عارفين يتعشوا ايه وانتي محتارة تعملها لهم، رايحين النادي وبيشبطوا في الحاجات، وانتوا عارفين دلوقتي الحاجات بقت غالية قوي، فتقدري تعمليها برضو، تاخديها معاكي، تحطي على وشها شوية سكر بودر، تحطي على وشها مثلا مربى، تحشيها مربى، تعمليها بالشوكولاتة زي ما انا هعملها دلوقتي. بصي هو الموضوع بيبقى بسيط قوي، وكل واحد وتفكيره. يعني انا ممكن اديكي الوصفة انت بقى وشطارتك تنفذيها او تحليها في عين الولاد عندك، شوفي الولاد عندك بيحبوا ايه واعمله لهم. حاجات بسيطة جدا بس بتفرق والله. والمخبوزات في البيت حاجة روعة، ريحة المخبوزات بتبقى خطيرة. بصي بقى الكمية اللي انت شايفاها دي كلها من كوبايتين دي، غير اللي اتاكل كمان بالهنا والشفا. هحاول بقى ان انا افتحها كده بحرف المعلقة واحشيها بقى شوكولاته. الشوكولاته النوتيلا دي انا عملتها معاكم، لو انت عايزه الطريقه قوليلي في الكومنتات هسيبها لك، طريقتها سهله وفي الخلاط. تقدري تحشيها مربى، هيبقى مثلا زي المولتو محشي مربى فراوله، او شوكولاته برضو يبقى زي المولتو. تقدري تعمليها ميني صغيره شويه، تقدري تعمليها كبيره، فزي ما قلت لك التشكيل ده بتاعك انت. ممكن تحشيها جبنة برضو، الجبنة اللي هي السايحة الكريمية عملتها معاكم قبل كده، تحطيها في كيس وتبدأي اللي انت برضو تحشيها جواها كده، برضو هتبقى حلوة قوي. شكلها من جوه بصي هشة وجميلة وقطنية ومش شاربة زيت ولا اي حاجة خالص. يلا هسيبك تجربيها وتقولي لي رأيك ايه. ودوت بقى ايه مولتو باظظ خالص. بس كده خلاص. تعالي ندخل بقى على الوصفة اللي بعد كده، لان الوصفة اللي بعد كده من حلاوتها انت هتقومي تعمليها دلوقتي حالا. طبعا تقدري تعمليها زي السندوتش كده، تحطي جواه برضو شوكولاتة او جبنة،
يعني هي في جميع الأحوال حلوة أوي، تقدري تعملي كمية وتشيليها في الفريزر، بس ما تحشيهاش، تحشيها وقت ما تخرجيها على طول، تسيبيها تفك على رخامة المطبخ، تحطيها جوه الميكروويف تفك معاكي شوية، وبس كده هخلص الكمية كلها بقى. وطبعا أنا هنا عاملة أحجام، عاملة صغير وعاملة كبير، زي ما انتي تحبي. الوصفة اللي بعد كده بقى من حلاوتها، انا واثقة انك هتعمليها دلوقتي. معايا قطعة جبنة قريش، يعني ممكن نقول حجمها مش كبير قوي، حطيت عليها بيضتين، قلبتهم مع بعض كويس جدا. علشان خاطر الوصفة بتاعتي النهاردة انا مش هحشيها جبنة، انا هخلي الحشوة منها فيها كلها على بعضيها. قطعة الجبنة القريش لما حطيت عليها البيضتين قلبتهم مع بعض كويس جدا، نزلت بقى يعني اقل من النص كوباية زيت، بس اكتر من الربع. وحطيت معلقتين من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة، قلبتهم مع بعض كويس جدا. وهنا هنزل بالدقيق، بأربع كوبايات من الدقيق، وزي ما تعودنا بنشيل شوية ونشوف هنحتاجها ولا لأ. نزلت بشوية ملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وطبعا معايا بقى مية للعجن أو لبن، المتوفر عندك حطيه، أنا استخدمت مية. هعجن العجينة بتاعتي دي كويس جدا لحد ما تتلم معايا ويبقى مفيش دقيق خالص. بالطريقة دي كده مش تاخد منك وقت خالص، ما تخافيش. بس عايزه اقولك يعني ايه حلاوتها وهي لذيذه كده وانت بتاكليها. طعم الجبنه خطيره، تقدري تستبدلي الجبنه القريش باي نوع جبنه انت حباه، ممكن جبنه رومي، جبنه بيضه، بس انا فضلت اللي هي تبقى جبنه قريش بحيث ان الولاد مش بيحبوا ياكلوها، فانا ادخلها لهم في الوصفات. خلاص كده اتعجنت معايا، بقت تمام. هحط شويه زيت في قلب الطبق، انا عايزاها بتلزق زي ما انت شايفه كده، ما تقلقيش منها خالص. لو دهنت ايديكي شويه زيت مش هتلزق معاكي. هحط على وشها شويه زيت كمان. انا قلبتها في قلب الطبق، يعني خليت وشها يبقى برضو فيه شويه زيت، وهسيبها بقى تخمر شويه. بعد بقى ما سبتها تخمر، بدات اللي انا اخرج منها الهواء بالشكل دوت، وهبدا بقى اللي انا ايه اشكلها. طبعا تقدري تشكليها الشكل اللي انت عايزاه، وطبعا تقدري تعملي زي ما انا عايزه. يعني بصي هي العجينه معاكي فليكي حريه الاختيار. انا قسمتها معايا كده لست كرات، كل كوره هبدا اللي انا ابططها بالطريقه دي كده، وحطيتها في قلب الصاج مدهون دهنه حلوه من الزيت، وهسيبها ترتاح في قلب الصاج. بعد كده هحضر معايا معلقتين من الزبده او معلقتين من السمنه، وهبدأ بقى بحرف صوابع ايديا ابدأ اللي انا انغزها بالسمنة او بالزبدة بالشكل دوت كده، على وشها شوية سمسم. وممكن تسيبيها سادة. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، والفرن يكون شغال من قبليها بشوية. قد ايه الفطاير دي بتبقى طعمها حلو قوي جنب كوباية شاي سادة، جنب كوباية شاي بلبن، من غير اي حاجة خالص، طعمها لذيذ وحلوة جدا. جربيها وادعيلي. تعالي نعمل بقى اصابع آه محشية عجوة خطيرة، طعمها بيكون حلو قوي. وهقولك كمان لو مش عندك عجوة تقدري تعملي العجوة ازاي في البيت من البلح بتاع شهر رمضان. لو عندك فايض شوية بلح ناشفين. معايا هنا كوباية الا ربع من الحليب، نزلت عليهم بمعلقتين من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، هقلبهم مع بعض كويس جدا. استبدلي الحليب بالمية لو مش موجودة عندك. معايا نص كوباية من الزيت، وهبدأ اللي انا اقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. 4 كوبايات من الدقيق، وطبعا انا مش هنزل لا دول مش 4 كوبايات، اسفة، دول كوبايتين من الدقيق. نزلت بيهم كلهم رشة ملح على طرف المعلقة كده، بمعدل مثلا نص معلقة من البيكنج باودر، وهعجن كله مع بعضه. اول ما تبدأ اللي هي تتلم معايا بالشكل دوت، لو احتاجت سوائل تقدري تضيفي لها لبن او مية. اتعجنت معايا وبقت تمام بالشكل دوت. هسيبها بقى تخمر شوية. طبعا في الوقت دوت لو مش عندك عجوة تقدري تستبدليها بالبلح. تعالى اقولك انا بعمل ايه في البلح عشان يوصل معايا شكل العجوة كده. لو عندك بلح ناشف من بتاع رمضان، اغسليه كويس جدا، نزليه في شوية مية سخنة وسيبيه لحد ما يضطر شوية. اول ما يبدأ اللي هو يضطر معاكي شيلي منه النوى، وابدأي اضربيه في قلب الكبة. وبعد كده لو حسيتيه اللي هو ناشف معاكي شوية وانت بتضربيه، ممكن تزودي معاه شوية مية صغيرين، وبعد كده ارفعيه على النار علشان المية دي تتبخر منه ويبقى تمام. هيبقى معاكي عجوة بنفس الشكل اللي انت شايفاه. عشان تدينا نتيجة كويسة انا حطيت عليها معلقة سمنة وبرمتها بالشكل دوت كده عشان تسهل عليا التشكيل على طول. دي كده العجينة اللي انا لسه عجناها، يا دوب بس هي خمرت معايا
وبدأت بقى اللي انا افردها بالشكل دوت كده. انا هفردها على قد ما اقدر، السمك بتاعها مش كبير قوي، انا قسمتها على نصين، ده النص الاولاني السمك بتاعها رفيع عشان لسه هلفها. هحط بقى العجوة اللي انا لفتها من شوية بالطريقة ديت كده، وطبعا اول ما بقفلها ببدأ اللي انا اقطع بالسكينة، وبعد ما بقطع بالسكينة بحاول اللي انا الفها بالشكل دوت كده عشان اتأكد اللي هي اتقفلت معايا كويس. شوية سمسم بقى على الرخامة كده، وابدأي اللي انت غلفيها. بس عايزه اقولك السمسم هنا مش هيمسك قوي، فلو انت عايزه السمسم يمسك معاكي وتبقى تمام، حاولي على قد ما تقدري اللي انت تدهنيها الاول شويه لبن او شويه ميه بمعلقه صغيره من السكر، وبعد كده رش عليها السمسم. خلاص كده خلصت الكميه كلها. هبدا بقى اللي انا اقطعهم، هحاول اللي انا اقطعهم كلهم قد بعض بالطريقه ديت كده. طبعا دي تنفع بقى في الفطار، تنفع في العشاء، تنفع سناك طول اليوم، حاجة مسكرة كده وخفيفة. وطبعا انتوا عارفين فوائد البلح قد ايه حلوة، فتقدري اللي انت تعمليها في اي وقت. ورايحين النادي تقدري اللي انت تاخديها معاهم، عندهم تمرينة تديهم باور برضو، تبقى حلوة قوي. ادخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، وده كان هيبقى، وده بقى شكلها بعد ما استوت قد ايه حلوة جدا وطعمها لذيذ. بصي الكمية قد ايه، كمية كبيرة جدا بكوبايتين دقيق بس. يلا نفذيها وادعيلي.